السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. وصفتي نهار اليوم هي وصفة المعمول، ولا شوفوا انا درت لكم ما بين الكاتو ساك وما بين المعمول. وصفة بنينة بزاف من اختراعي كما العادة، على بالي لو كان تجربوها تولوا كل عيد ديروا هذه الوصفة بدون يعني اضافة، يعني ماشي زعما نزيد عليها ولا. صدقوني جات قنبلة في البنات، مبسه مبسه مبسه، راح تجي اكثر من رائعة. سورتو كي جات مع خليط ما بين السميد والفارينة. انا حشيتها، شوفوا الحشو كل مره صارت لي فيها شحال من حاجه. حشيت حشو البيستاش وحشو الجوز راهو يجي كارثه مزيد. كما اكيد تقدروا ديروها بالغرس، نفس الشيء شريت الغرس وجا معمر بالعظم حتى قلقني من اللون تاعو، ما عجبنيش. درت ودرت لكم ديجا هاد الحشو يعني تاع البيستاش، كنت درتو معكم ديجا. الوغ بصح لاباط مختلفه، تما تحبوا ديروها بالغرس، تحبوا ديروها بالجوز، باللوز، بالكاوكاو، كيما حبيتو نتوما. انا نعطيكم لاباط والحشو يبقى ليكم، ونعطيكم تاني لي موديل اللي يخرجوا جدد تاع ليمول. كيما هاد المول خرج جديد، سمحوا لي ضربت عشقه فيه هاد المول، روعه روعه روعه، ساهل في الخدمه تاعو وزيد شباب. تبعوا معايا مقادير وطريقه التحضير. عندي 250 غرام تاع المارغرين غاتو ماكس، هذه تبع الاوبلين، وتقدروا ديروا ربيع. زيد دخلوها في حراره المطبخ. عندنا 250 غرام تاع المارغرين، عندنا قرصه تاع الملح كما شفتوا، عندنا 4 مغارف تاع السكر الناعم، 4 مغارف تاع السميد، 4 مغارف تاع اللحظه، وملعقه صغيره تاع لافاني. هادو هما المكونات تاعنا فقط. بالنسبه للمارغرين ماذا بكم تكون في حراره المطبخ، تقدروا تستغناو على الباطور الا درتوها في حراره المطبخ. انا كنت ديرتها في بلاصه كانت شويه بارده. غربلوا كلش اللحظه، تغربلوها اللي هي حليب مجفف. والسميد تاني عندنا 4 مغارف تاع السميد، سميد رطب، ماشي سميد خشين وماشي سميد موان، سميد رطب. بعد واش نديرو، نخلطوهم مع بعض جوست يختلطوا. تقدروا ديروا هاد العمليه بيديكم، ماشي لازم بالباطور. واش نديرو، نطموا بلا فارين حتى نتحصلوا على عجينه ما تلصقش في يدينا. شوفوا هنا هذه تاني مهمه، ردوا بالكم ديروها طريه، باسكو علاش راح الشكل يتغير بزاف. لازم تولي لاباط وحدها تنحى من يديكم، يعني تحصلوا على كره وما تكونش تلصق. هذه ضروريه باش نتحصلوا على الشكل يكون شباب. خليها ترتاح ونغطيها اكيد بكيس بلاستيك ونروح نخدم الحشو. هنا قلت لكم الجوز شريت 2 مرات الجوز وخرجني نفس الشيء. انا نلم فيه هو مع الاول يبدا يتلم، بعدا وشنو يبدا يعاود يتفتت. علاش؟ خاطر فيه بزاف الزيت وتولوا تحسوا يديكم فيهم بزاف الزيت. لافخ تاعي راح نطمها بماء الزهر من المجموعه الفاخره، هذا اللي خدمت به الفيديو السابق. البقلاوه رائع رائع، سواء الماء زهر تاعو ولا الماء ورد تاعو، جاي فيهم الكو قاطع يعني بيور تاع الماء زهر. على بالي راح يعجبكم، وكان تجربوها ديال تلقاوها في كامل المحلات ولا لي سوبيغات. خلطت كما راكم تشوفوا عندي 300 غرام تاع المكسرات، اي نوع حبيتو، جوز، لوز، بيستاش، واش حبيتو، مع 3 مغارف تاع السكر. ما تكثروش بزاف السكر، تحبوا ديروا 2 مغارف ديروا. انا توجور ندير 3 مغارف في كل 100 غرام، ندير مغرفه كبيره تاع السكر. شويه تاع القرفه خاطر تمشي بزاف مع الجوز تجي هايله. ونطبوها بالماء زهر تاع المجموعه الفاخره، ونشكل كريات. كتبت لكم الوزن تاع الحشو والوزن تاع لاباط باش ما تنساوش. ما تسقسونيش في لي كومونتير، على خاطر ديفو نكتب في صندوق الوصف ونلقى تعليقات يقولوا لي زعما الوزن شحال، البلاطو شحال فيه، مع اني نكون كتبت لكم في صندوق الوصف اسفل الفيديو. قلت لكم هنا شوفوا، هنا بديت نقول هذا بدات تتلم، علاش هي تفركت. شوفوا يدي بالزيت، الله غالب ديفو ما تكونش مني انا ولا من، تكون من البرودوي. قلت لكم راهو يدور بزاف في الجزعيه، ردوا بالكم. هنا لا واش درت، راح شيت بيستاش، وكنقول لكم بلي حتى البيستاش وشكيت فيه. كاش نهار يا ناس شفتوه بيستاش اللون تاعو هكذا، شغل البيستاش توجور نوالفنا به تالمو يجيك شغل باهت اللون تاعو. حتى ديفو نزيدولو الكولورون، ديفو نزيدولو حتى لاغون. شوفوا لاغون، وكنقول لكم بلي قدامي كان فونسي على واش راهو يبان في الفيديو. شوفوا يعني انا ساعدتني وما جا الشكل تاعو شباب، مي راني نقول لكم بلي حتى البيستاش وشكيت فيه جاني بيزار، جاني شغل فونسي بزاف. سمحوا لي بالك راني نشارك معكم هادو، انا نعطيكم معلومات انا جست عليهم. هذا هو المول اللي استعملته، تلقاوه متواجد في كامل المحلات. شوفوا لي خدمته شحال سهله، ماشي كاع اللي يكسر لكم راسكم. ديروا شويه فرينه من تحت شويه فرينه من الفوق، يعني هو ما يلصقش، مي معليش. انا كي شفت الجوز تاعي هكذا درت نص الكميه بيستاش ونص الكميه كنت حنديرها كامل جوز. وقبل ما ندير الجوز كنت نخمم نديرها بالغرس. واش كنت حابه ندير، دوك نقول لكم كنت حابه نفتحها ندير طبقه رقيقه تاع الغرس، ندير طبقه واحده اخرى رقيقه تاع الجوز ونغلق.
يعني يجوني 3 طبقة تاع لاباط وطبقة تاع الغرس باش ندير الطبقة هذيك تاع الجوز. أنا حبيت هكا كيكون، الله غالب، يعني هذاك الغرس كان مستحيل اني نديروه، فريمون ما عجبنيش. راني عطيت لكم الفكره اللي كم تحبوا ديروها. قلنا ديروا تفتحوا لاباط، ما تزيدوا تفتحوا شويه هكايا تاع الغرس وتزيدوا تدخلوا هذيك لافاكس تاع الجوز وتكوروا وديروا فوقها المول هذايا. نتوما دبروا راسكم، انا عطيت لكم لاباط وانتوما ابدعوا كيما تعرفوا. المول ما يلصقش كيما راكم تشوفوا، خبطه يتنحى، تاخذوا حتى ترشوا من الفوق تفارينه وتطبعوا، يعني باش تكون العمليه اسهل. دهنت شويه في الوسط بياض البيض ودرت حبه بيستاش. اكيد التزيين يبقى اختياري، انا درت لكم حبيبات بلا هذيك البيستاشا باش تشوفوا كيفاش يخرج مع رافع. الفرن تاعي راني دايرته يسخن، لازم لكم 4 ساعه او هو يسخن من قبل ماشي كتر، على خاطر اذا كان الفرن سخون بزاف راح يتحمروا لكم بالفوق وراح يجوا بزاف محمرين. تما ماذا بكم 15 مينوت با بلوس. شوفوا شحال يخرج شباب، صدقوني هاد المول روعه روعه روعه. على بالي بلي تحبوا بزاف الحلويات الساهلين ولي غاتو كاين بزاف ناس ما تحبش الشوكولا ولي فان تاع الشوكولا ما نسيناكمش نتوما تاني راح نديروا لكم بيان سور حلويات ان شاء الله ربي يقدرنا في هذا رمضان ونرضيو كامل الاطراف. هاوليك الكاطو كيفاش يخرج، بسم الله ما شاء الله بزاف شباب. دخلتو يطيب من التحت فقط، ما شعلتلوش من الفوق على خاطر يطيب تمتم، والحبه ما تخرجش كبيره بزاف يعني متوسطه. اكيد راح كي يطيب شويه يتغير شكله فقط ماشي بزاف، مي راح يبقى توجور شباب. دوك نعاود نجيبه لكم تاني للضوء. هاد الحبيبات ما درت لهمش، هادو تاع الجوز ما درت لهمش البيستاشا بالفوق. راح تخرج لكم 40 حبه هاد الكميه. رشيتها وهي سخونه، غير طابت لي غير من تحت، جبتها من الفرن وجيت رشيت عليها وهي سخونه السكر الناعم من الفوق وخليتها تبرد في غردها. تحبوا ترشوا عليها شويه بيستاش من الفوق مرحي وهي سخونه تاني باش يشدوا من الفوق وتقدموها. دوك نوريكم انا الاخرى تاني كي طابت. هاي ليك هذه ما درت لها حتى حاجه من الفوق، وهذه هي وصفتي لنهار اليوم. تجي مبسه، تعرفوا بوسوله تمسو، هذه هي الوصفه اللي نورمالمون يسموها بوسوله تمسو. تجي بنينه بزاف، الحلاوه معتدله ماشي هذيك الناقصه حلاوه وماشي هذيك الحلوه بزاف. اذا جربتوها خلوا لي تحت رايكم في التعليقات، على بالي راح تعجبكم بزاف، راني متاكده من هضرتي. وكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم في فيديو جديد.